اللاجئين في مصر. ملف اللاجئين في مصر واحد من اهم الملفات الموجوده على الساحه، وطبعا زي ما احنا عارفين يا ساده ان مصر ام الدنيا، فطبيعي مصر تشيل فوق طاقتها وتشيل هم اي حاجه، ولو فتحت بقك تبقى غلطان. بس انا نويت بقى ابقى غلطان، وانا هنا بوجه كلامي لاخويا المصري ابو قلب طيب، ابو قلب حنين. انت عارف انت عندك كام لاجئ في مصر؟ من 9 ل 10 مليون بني ادم، ده المسجل، وانا بقول لك في زيهم غير مسجلين. ابراهيم حناكه هيطلع لي يقول لي لا هو كل واحد قاعد في البلد يبقى لاجئ. عارفك يا حناك، تعال ابراهيم اقول لك، اللاجئ يا ابراهيم هو اللي بيسيب بلده في حالات الحروب ويروح يستنجد ببلد تانية. فانت لما بتلجأ لدولة يا ابراهيم ما بتلجأش علشان انت عايز تاكل وتشرب، انت بتلجأ بحثا عن الامان. فوانت جاي يا ابراهيم ما بتجيبش معاك الامان وانت جاي، ولا بتدفع له فلوس يا ابراهيم. المهم اللاجئ في مصر يا سادة بيدفع إقامة أقل من 15 دولار في السنة. ثانية واحدة أضحك بس لا وإيه كمان يا إبراهيم؟ ده انت ما بتدفعهمش بالدولار كمان يا ابراهيم، ده انت بتدفعهم بالجنيه المصري. ايها المصري الطيب الحنين، شكلك مش مصدق. ادي الليسته يا عم ابراهيم وبالجنيه المصري، وبدربها انت براحتك. والله لسه تفطس بالضحك. تخيل انت كدوله عندك مشاكل الدنيا واقتصادك واقع، وعندك اللاجئ بيدفع المبالغ دي، في حين ان في دول تانية وبسم الله ما شاء الله ربنا يزيدهم واغنياء بياخدوا اقامات من 1000 دولار ل 3000 دولار. الله يبارك لهم. هيجي لي ابراهيم حناكه تاني يقول لي هو انت بتساوي نفسك بالدول الغنيه؟ ما انت لو مش لازق لي يا حناكه هبقى من الدول الغنيه برضه. انت عارف مصر بتستورد بكام في السنه؟ مصر بتستورد ب 95 مليار دولار طبعا. فانت هنا عندك عدد سكان ضخم جدا، غير كمان عدد اللاجئين اللي فوق عدد السكان. طبعا ده بيعمل عليك لود في حجم الاستيراد بتاعك، لان طبعا انت لما بتستورد منتج بيخلص فلازم تستورد غيره، فتدور على الدولار وهلم جر. اللاجئ يا اخويا يا المصري يا الغلبان يا الطيب بيتعلم زيه زيك والله واحسن منه، والله ما بيدفع المصاريف اللي انت بتدفعها. شكلك مش مصدقني برضه. وادي لستة الخصومات على التعليم الجامعي. طب انا اقول لك على حاجه، انت فاكر حمله 100 مليون صحه هو برضه بيستفيد منها؟ الدعم، الكهرباء، الغاز، البنزين، كل ده حمل على الدوله يا اخويا يا طيب يا غلبان. اخويا الطيب الغلبان هيجي يقول لي لا يا عم ده ضيوفنا، ده منورينا ومشرفينا. ايوه هم ضيوفنا ومنورينا ومشرفينا وانا مش مختلف معاه، بس انا دلوقتي بمر بظروف صعبه والوضع انا اشيل مخلفات الحرب بتاعت كل الدول تتصب عليا. اشمعنى انا اللي ادفع فواتير مش بتاعتي؟ وفي النهايه ما بنتشكرش. طبعا هيجي لي واحد يقول لي يعني خلاص خلصت مشاكل بلدك مفيش غير اللاجئين في مصر. ما هو دي واحده من مشاكل بلدي اللاجئين في مصر. وانا هنا ما بتكلمش على الناس كنوع من انواع الكره، ان انا عايز الناس ما تجيش او ان انا عايز اطرد الناس او الكلام الفارغ ده كله. انا بتكلم عن تقنين الاوضاع. كل الدول اللي حوالينا مقننين اوضاعهم وعاملين سعر اقامه سواء غالي او رخيص، واللي قادر بيدفع وبيقعد باحترامه. اشمعنى انا من ضمن الدول اللي مكتوب عليا استقبل الناس دي كلها من غير مقابل؟ يا جماعه احنا امام مشكله كبيره جدا جدا جدا. انا عارف ان الكلام ده هيزعل ناس كتير وناس كتير هتقعد تهري، بس زي ما انتوا عارفيني انا كده ولا كده بقول الصالح لبلدي، وان كان كلامي في مصلحه بلدي هيزعل اي حد. احنا بس مش عندنا مشكلة ان عدد اللاجئين كبير، احنا عندنا مشكلة اكبر وهو تقصير الحكومة المصرية في حصر عدد اللاجئين دول. يا استاذ الفاضل احنا عندنا ناس قاعدين في مصر معهمش ورق اصلا، ما نعرفش مين دول، وده خطأ الحكومة المصرية. عدم تقنين اوضاع اللاجئين في مصر خطر جدا على الامن القومي، وانا شايف بصراحه ان الدوله المصريه متساهله جدا في الموضوع ده. احنا ام الدنيا احنا نستقبل الناس كلها على راسنا من فوق، كل بني ادم له طاقه. هو انت فاكر يا اخويا يا مصري يا طيب يا غلبان يا محترم انت ان لو بلدك حصل لها مشكله كبيره زي اللي بيحصل حواليك هيقفوا يدافعوا عنك؟ عندهم استعداد يساعدوك؟ والنبي انت طيب وغلبان. لاخر مره هقول انا مش ضد وجود الناس في مصر، انا ما بطالبش بترحيل الناس في مصر، اي حد مرحب بيه اهلا وسهلا، بس بشكل قانوني بما يليق مع العصر اللي احنا عايشين فيه. ما تبقاش قاعد في دول تانية بتدفع بال3000 دولار وبال2000 دولار في السنة وتيجي عندي تدفع لي 15 و20 دولار، ومع ذلك انا بديك تسهيلات وبديك امتيازات انت ما بتشوفهاش في الدول اللي بتدفع لها بالالافات. نرجو من حكومتنا تنتبه للملف ده، ونرجو من المصري الطيب الغلبان المحترم اخويا ياخد باله من بلده. سلام.